قبل ما تبدا هتلاقي في الديسكربشن شرح كل المصطلحات اللي مهم تكون عارفها عشان الليسن ده يبقى سهل عليك. ويلا بينا نبدا. اتكلمنا في الليسن اللي فات عن الرانكينج بروسيس، ودخلنا في شرح معادله الاد رانك، وقلنا ان الاد رانك بيساوي بيد في كواليتي سكور في اكستنشن امباكت. شرحنا بالتفصيل البيد والكواليتي سكور. دلوقتي هنتكلم بتفاصيل اكتر عن الاكستنشن امباكت. قلنا كمان في الليسنز اللي فاتت ايه هي الاكستنشنز وانواعها، وشرحنا تعريفاتهم بالتفصيل. كل نوع بقى من الاكستنشنز دي جوجل حاسب له درجه تاثير معينه اذا ظهر، على حسب انت كادفرتايزر عامل كام اكستنشن جاهزه واليجيبل، ودرجه تاثيرهم قد ايه في التارجتنج اللي انت محدده. على حسب جوجل ما هيديلك درجه في الاكستنشن امباكت، والدرجه دي طبعا بتغير من ناتج المعادله وبتعليه، لان كده كده معادله الاد رانك كلهم مضروبين في بعض. وعشان نبقى دقيقين، المعادله مش بتساوي بيد في كواليتي في اكستنشن امباكت بس، هي بيد في كواليتي في اكستنشن امباكت ان او اي اف زائد جزء تاني. طب احنا شرحنا البيد وخلصناه والكواليتي، ودلوقتي خلصنا الاكستنشن امباكت. ايه هو الاو اي اف؟ الاو اي اف هو اختصار لاذر اد فورماتس. فاكر في الاول لما اتكلمنا عن انواع الادز وقلنا ان في دايناميك اد وكل اد وريسبونسيف اد، واتكلمنا بشكل اساسي عن الريسبونسيف اد. جوجل بقى بيعامل الاد فورماتس دي انها معطوفه على الاكستنشن، حتى بالظبط بيقول بالنص في شرح المتغير الثالث من المعادله the impact of add extension and other add formats، وده معناه المجرد ان هو بيتعامل معاهم بالظبط زي ما بيتعامل مع الاكستنشن، يعني اي نوع فيهم بيتحسب له سكور على حسب درجه تاثيره. نرجع تاني للمعادله، ان الاد رانك بتساوي بيد في كواليتي سكور في اكستنشن امباكت ان او اف. والجزء الاخير ده مبدئيا كده من ناحيه جوجل اصلا مش واضح. كل اللي احنا عملناه ان احنا حاولنا نترجم الكلام ده ونحوله لمعادله عشان تبقى قدامنا صوره معادله نهائيه مجازيه وافتراضيه عن شكل المعادله الكامل. لو دخلنا بتفاصيل في شرح الجزء الاخير ده هتهنج مني، واحنا لسه قدامنا حاجات كتيره اساسيه محتاجين نفهمها الاول. بس لو محتاج تتعمق في الجزء ده اكتر ابعت لنا. دلوقتي هنتكلم عن الكومبيتيشن اد رانك كالكوليشن، ودي الحسبه اللي بيعملها السيستم عشان يشوف مين من الادفرتايزرز هيظهر فوق مين. تخيل معايا كده ان في 20 ادفرتايزر وكلهم قرروا يعملوا كامبينز في نفس الوقت على نفس الكيوردز لنفس الاودينس، وجه حد من اليوزر او من الاودينس وكتب في السيرش كلمه ليها علاقه بالكيوردز اللي هي محطوطه في الكامبين. جوجل في اقل من جزء من الثانيه بيحسب لكل واحد فيهم معادله الاد رانك اللي احنا شرحناها دي بالتفصيل عشان يشوف ترتيبهم هيبقى عامل ازاي. العمليه دي بتحصل ملايين ومليارات المرات يوميا مع كل دوسه سيرش بتحصل. بس السؤال هنا، هل مثلا اعلى 7 في الاد رانك دول هم اللي اكيد هيظهروا؟ اكيد لا. قبل ما الادفرتايزرز يتوزعوا ويتحسب لكل واحد فيهم الاد رانك بيتحدد اصلا مين هيظهر فيهم ومين لا، ودي المرحله اللي بعدها وهي الثريش هولد. الثريش هولد كالكوليشن هي اللي بتحدد الحد الادنى اللي محدده السيستم لكل بوزيشن. معنى كده انك كادفرتايزر لو الاد رانك بتاعك كان اعلى واحد وتخطيت المنافسين بتوعك، ده مش شرط انك تظهر الا لو تخطيت الحد الادنى اللي جوجل محدده. والثريش هولد ده بيكون متحدد لكل بوزيشن بصوره مجمله، يعني مثلا التوب ادز اللي هم الاربعه اللي فوق بيكون ليهم ثريش هولد معين، والبوتوم ادز اللي هم الثلاثه اللي تحت بيكون فيهم برضو ثريش هولد معين، وترتيب الاربعه اللي فوق مين فيهم قبل مين ده على حسب الاد رانك بتاع كل ادفرتايز، كذلك الثلاثه البوتوم اد. طب الثريش هولد دي بتتحسب ازاي؟ حتى الان ما حدش يعرف بتتحسب ازاي حرفيا او رقميا يعني، بس جوجل اعلنت عن العوامل الرئيسيه لتحديد الاد رانك ثريش هولد. دايما هتلاقيهم بيعلنوا عن العوامل الرئيسيه، بس لما يتسالوا عن العوامل الفرعيه او المكونات الفرعيه يقول لك احتمال ممكن يكون ليها تاثير. مش سهله جوجل برضو، وما تقلقش العوامل المعلن عنها دي هتفهمها كويس في الادفانسد انتراكتيف كورس.